السلام عليكم البنات، خوتي وخواتاتي في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وان شاء الله راكم بصحة جيدة. حبيت اليوم ندير لكم الفيديو هذا على الفيديو، يعني تكملة الفيديو السابق اللي درته على فقوس الحميري او فقوس الحمار او فقوس الحمار او الحمير او الحميري، يعني نفس الاسامي كل واحد كيفاه يسميه. يعني حتى قدرت نتحصل عليه باش عاود درت لكم هذا الفيديو، لانكم طلبتوا مني بزاف بريفي وفي كل يعني في تعليقات، يعني بزاف ناس حابين يداويو به. اذا خواتاتي هذا هو فقوس الحميري، انا جبته يعني لقيته ينوض هك من عند ربي. هو الوقت تاعو شهر اوت وسبتمبر واكتوبر، يعني ما بقالوش بزاف ويفض. انا جبت هذه الكميه. بالنسبه للطريقه اللي كيفاش ديروه، انا ما كنتش حابه ندير طريقه لانه على بالي راح يسينياليو لي الفيديو، لانه بزاف وياسر من الكيماويين وهكا قاعدين يديو فيه وقاعدين يخدموا فيه وقاعدين حتى انهم يبيعوا فيه. انا الصراحه تحصلت عليه جراتوي. تحكم الحبه، شوف كيف الداخل وش فيها. بالنسبه للناس اللي يستعملوه استعمال خارجي، هاولي كيف يجي من الداخل. هو ما يتكلش، يجي فيه واحد الماء تكون نحي الزريعه. نعت لكم الماء كيفاه، هاوليك الماء كيفاه يقطر، شوفوا هاو الماء، هاوليك الماء في يديا. هذاك الماء تاعو هو اللي يداويو بيه. هاوليك الماء خوتي، هاوليك هاد الماء تاعو، هذا هو اللي يداويو بيه وهذا هو اللي يقطروه. تقدري بلا ما تفتحيها. هاوليك الماء. مثلا كي تعود عندك الكزيمه في الرجلين، كما انا عندي كزيمه في رجليا، هاني استعملته قدامكم عادي ما يحرق ما والو. في الكزيمه عندي رجليا فيهم الكزيمه فيهم شامبينيون، استعملته وقاعد ما يحرق فيا ما والو. هاوليكم عفوا هاوليكم سيبور. هاوليكم هاني استعملته ما يحرق ما والو، استعمال خارجي ما يحرق ما والو عادي، انا ما حرقنيش. هاوليكم عندي حتى الكزيمه لداخل، وراح نقول لكم النتيجه يعني عن قريب. انا بالنسبه يعني استعمال الاول تاعي استعملته الصباح عادي ما حرقنيش، بصح الكزيمه بدا شامبينيون هذاك اللي في رجليا ولا ما ياكلنيش، باسكو بكري كان ياكلني. اما بالنسبه لتحت راح نقول لكم في فيديو اخر اذا ارتحت ولا لا. لكن الناس اللي جربوه بزاف اللي جربوه بعتولي في البريفي وقالوا لي باللي رانا ارتحنا منه. هو كيفاش يجي كيما هكا، كيما صورت لكم النبته تاعو، يجي كيما هكا جيت ما تمسيها تتفلق تتنحى. هاوليك وشتو هذاك الماء، هاوليك الماء هذاك. نحاول نقرب لكم الحبه للكاميرا، شوفوا كيفاه هذاك الماء هو اللي تقطريه. شوفوا كيفاش قاعد يقطر، شوفوا شتو القطرات، هاوليك قطرات شتوهم. هاوليك الماء، هاوليك الماء القطرات تاعو هادوك اللي نداويو بيهم. هاوليك الماء تاعو، هاوليك معمر بالماء. هادوك القطرات هما اللي نداويو بيهم، وهما اللي تقطرهم في النيف ولا تقطرهم في الاذن. لكن هو عنده رائحه ماشي مليحه، فهمتوا؟ لكن يعني ما لازمش تاكليه، ما لازمش لا يؤكل ولا يبلع. جيست ما يوصل للريق تاعك، بمجرد ما يوصل للريق تبزقه مليح مليح وتشرب الماء المعدني، ماء معدني ولا ماء صافي معاه. يعني تشرب الماكسيموم، يعني
قد جهدك مثلا نص إيترا ولا 3 كؤوس ماء، ولا يعني تكتر من شرب الماء، وتاكل معه ملعقة عسل في كل مرة تستعمل. كل ما تستعمل هذا العلاج تكرر نفس العملية. راني كتبتها لكم في التعليقات، قلت لكم باللي لازم كل عملية وكل ما تقطر في نيفك ولا تستعمل في ودنك تقطر، ولا لازم ما تبلعوش، ما لازمش يروح للريق تاعك، ما لازمش تبلعو، عفوا يوصل للريق تاعك، لازم تنحيه، تبزقه بعد ما تبزق يعني تروح تشرب الماء مباشرة، تكتر من شرب الماء. كاين اللي يخاف يستعمل مرة في الأسبوع، وكاين اللي يستعمل يعني يوم بعد يوم لمدة 3 خطرات العلاج 3 مرات، وكاين اللي يستعمل سبحان الله من العلاج الأول، من القطرة الأولى في نيفك، يعني جهة واحدة تقطر، مثلا اليوم تقطر في جهة وبعد نهار تخلي اليوم ما تقطرش، تاني يوم تقطر في الجهة الأخرى، تالت يوم تقطر في الجهة الأولى اللي قطرتي فيها. هذا إذا ما ارتحتيش من اليوم الأول، من أول استعمال. كاين ناس من أول استعمال كاين ارتاحوا ما شاء الله وما زادوش داروا. هو الدور تاعو ينقي المخ جدا جدا، ينقي المخ من كل سموم، من كل سموم في الجسم. كاين ناس استعملوه كاين ناس استعملوه للسرطان، سرطان الدم، ميؤوس منهم، حالات ميؤوس منهم، يعني كونداني عند الطبيب. كاين ناس ارتاحوا منه، كاين ناس ارتاحوا من بوصفير يعني بالتجربة. وانا يعني الوالد الله يرحمه كان يداوي بها مثلا البقر كي يديروا له، كان عنده يخدم، كان يخدم يعني كان عنده الكورية تاع البقر، كان يستعملهم البوصفير وكانوا يرتاحوا. لكن انا ما كانش عن بالي باللي يستعملوه يعني العباد. كاين دوك استعملوه العباد من بوصفير وارتاحوا. فيروس الكبدي الA والB والC ارتاحوا منه. كاين ناس استعملوه، حتى كاين مدمنين وعالجهم بنفس طريقة التقطير، ناس عندهم سرطان. كاين الناس اللي عملوه للبواسير او الشرج، قالوا لي باللي احنا قليناه، انا ما جربتوش لكن مديته جارتي عندها هذا المرض عافانا الله واياكم، البواسير، وقلاته في زيت الزيتون وراح ديرو كيما التحميله يعني كشميعه. كاين اللي جربوه بعتولي وقالوا لي باللي نفعنا للبواسير، والله اعلم والقول على من قال. انا ما جربتوش خوتي واخواتاتي. نزيد قلنا الكزيمة تاني، استعملوه الكزيمة وارتاحوا سبحان الله. يعني يعني هذه النبتة على قد ما هي سامة في الأكل، على قد ما هي نافعة يعني، وإحنا ما خسرين والو. واللي يخاف ويخاف ما يجربوش في النيف تاعو، يشمه فقط ما يديرش الآخر، أو يستعمل في نيفو زيت الزيتون، يدهن خشمه بزيت الزيتون وبعد يقطر ويبزق. نزيد نعاود نكرر يبزق كي يوصل للريق، يبزقه ما يبلعوش، يعاود يشرب الماء في كل مرة يستعمل فيها هذه الوصفة. والله على ما أقول شهيد، وإن شاء الله تكون هذه صدقة جارية علي وعليكم وعلى والدية وعلى موت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. انا راح ندير لكم لايف كل مرة، ندير لايف يعني الوقت هذا ولا في الليل على 8 بتوقيت الجزائر، وراح نجاوب على الأسئلة تاعكم، لأنه يجيوني أسئلة بزاف بزاف على هاد النبتة وعلى هاد الفيديو. مع أنه أنا من قبل حطيت بزاف وياسر وصفات طبية، لكن هاد الوصفة بزاف تفاعلوا معاها، وانا فرحت كي بعتولي يقولولي باللي رانا ارتحنا ورانا جربناها والحمد لله. الى عجبتكم ان شاء الله فيديو تاعي ما تنساوش كالعاده فضلا وليس امرا ديروا جيم وديروا ابوني وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، هكا باش تعمل فائده على الجميع. وما تنساوش تابونيو في حسابي تيك توك
وقنوات يوتيوب اللي راح نخليها لكم في آخر الفيديو، نخلي لكم الكابتور تاعها، وكذلك صفحتي على الفيسبوك. إلى أن نلتقي في فيديو جديد ولايف جديد، نخليكم على خير. شفاكم الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله يشفي كل مريض، وكل واحد يجرب هذه النبتة يدعي لي ويدعي للوالد ربي يرحمه، وإن شاء الله يجعلها صدقة جارية وما يسينياليوش الفيديو. إن شاء الله نستنفع بها كامل، لأنه أنا عندي صديقتي عايشة في كندا قالت لي بلي هذا راه يبيعوا فيه ب200 دولار، وراه بزاف مطلوب عند الكيماويين، لكن احنا ما نبيعوهش. احنا عندنا ينوض باطل وندوه باطل ونمدوه باطل ببلاش، والمعلومة نمدوها ببلاش. ان شاء الله غير الاجر عند ربي يوصل. والسلام عليكم خاوتي، خليكم على خير، تلاقاو في فيديو جديد في اللايفات ان شاء الله. شكرا على حبكم وعلى دعمكم، والسلام عليكم.